اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم انتخابات الشرقيه. ضيفنا وضيفكم النهارده شيخ من مشايخ السياسه داخل الدائره السابعه ومقرها فاقوس، دكتور نبيل عطار، الرجل الذي افنى عمره في خدمه اهل الدائره بدون مناصب وبدون حتى ما يكون عضو داخل مجلس النواب. برحب بحضرتك يا دكتور نبيل، واحنا سعداء النهارده ان حضرتك شرفتنا النهارده، يعني ده لقاء للتاريخ. اهلا بحضرتك وبشكركم على الاستضافه، وبتمنى ان انا اكون ضيف خفيف في الظل عليكم، واتمنى ان انا اقدم نفسي بطريقه ما فيهاش لا خداع ولا زيف، واقدم نفسي للناخب في فاقوس والناخب في مصر. ايه هي يعني آلية ترشح علشان يبقى نايب عنه. في البدايه بقى، من هو الدكتور نبيل العطار؟ أنا الحقيقة من أبناء فاقوس المدينة وقرية اسمها الحجيجية القديمة. بعد ما اتخرجت في السبعينيات قضيت فترة الجيش 3 سنين ضابط احتياط، وبعدها توجهت للعمل النقابي، دخلت نقابة أطباء الأسنان. أنا طبيب أسنان في البداية في جامعة القاهرة. قعدت من 82 ل 2012 عضو في نقابة أطباء الأسنان، وعضو في اتحاد نقابات المهن الطبية، وكنت ماسك منصب أمين صندوق اتحاد نقابات المهن الطبية. اتحاد نقابات المهن الطبية اللي ما يعرفش بيشمل 4 نقابات: نقابة الأطباء، نقابة الصيادلة، نقابة أطباء البيطريين، ونقابة أطباء الأسنان. تقريبا حوالي 1,000,000 عضو. كنت أمين الصندوق في فترة حوالي 12 سنة من ال30 سنة العمل النقابي ده. العمل ده ثقل عند الواحد حكاية انه يخدم اعضاء مهنته او زمايله، يقدم لهم الخدمة ازاي او يسهل لهم امور النقابية. وهي الفكرة جت ان هو الخدمة برضو مش عند اي حد. يعني انا بقول النايب في العالم كله ليه دور رقابي تشريعي. يعني ايه رقابي تشريعي؟ يعني بيراقب اداء الحكومه ومؤسساتها، سواء مجلس محلي او محافظه او مجلس مدينه، وتشريعي بيشارك في سن القوانين اللي بتنظم حياه المجتمع. ده الدور في كل برلمانات العالم. انما في مصر في دور ثالث مهم قوي، احنا مش موجود الا في مصر، هو الدور الخدمي. الدور الخدمي ده مش الكرسي اللي بيخدم على فكرة، لازم الشخص اللي يدخل لهذا المكان يكون عنده ملكة حب الخدمة، لأن الحديث بيقول إن لله عبادا اختصهم بقضاء حوائج الناس، يفزع الناس إليهم عند حوائجهم، أولئك الآمنون من عذاب الله يوم القيامة. فالخدمة يعني أنت ما تطالبش بواحد بعد ما يدخل تقول له ما خدمنيش وما عمليش، ما عندوش الملك. الكرسي مش اللي بيخدم، الشخص هو اللي بيبقى بيعرف يخدم ازاي. فأنا بعد الخدمات الفترة اللي أنا قضيتها في النقابة، جاء النظام الرئيس مبارك الله يرحمه قال إن في إشراف قضائي على الانتخابات. قلت دي فرصة، ان يعني انا راجل. ده عام 2005. ده في 2005 دخلت الانتخابات لما اقرت الاشراف القضائي في 2000. 2000 كان في اشراف قضائي. في 2005 قلت انزل. انا راجل مش راجل اعمال، ولا يعني ماديا مش قد ان انا اخوض الانتخابات دي وتقفيل اللجان ودفع فلوس وبتاع. انا مش بتاع الكلام ده. فلما قالوا اشراف قضائي استعديت من 2000 ونزلت 2005. الحقيقه حققت نتيجه فيها دي اللي يمكن خلتني اكمل المشوار. خدت حوالي 3 ستات، حوالي 9400 صوت. لا، اللي كان فيها 3 ستات، صح؟ اللي كان في ورايا فيها 3 قمم من فاقوس، اللي هي الواقعه المشهوره بال3 ستات. صح كده ولا انا بالظبط 2005 دي نزلت اللي فيها، كان فيها وكان معايا عتاوله في فاقوس وقمم. انا كنت نفسي بالنسبه ليهم شخص يعني بحترمهم. بس حضرتك عديتهم في الاصوات اكتسحتهم. كان الاستاذ صلاح الطروطي 30 سنه نايب، كنت انا بنفسه. نبيل، سعادتك في ال3 ستات دول، سعادتك اكتسحت كنت رقم 1.
وهي دي اللي خلتني بقى ان انا اكمل. صح يعني ولا انا ولا انا غلطان؟ انا خدت 9400 والباقي كله كان وورايا ستات. كان 3 ستات، الاستاذ صلاح الطاروط الله يرحمه، والاستاذ سميح عبدون ربنا يديه الصحه مرشح الحزب الوطني، والدكتور محمود كبيش ابن الصالحيه والفقيه الدستوري والاكاديمي المشهور، خدوا 3 6000، انا خدت 9400. دي اللي خلتني اقول ان انا في قبول بيني وبين المواطن في فاقوس او الميديا، انا في كيمياء بيني وبينه، فكملت. جت 2010 لغوا الاشراف القضائي، قعدت في البيت ما رضيتش انزل. ساعتك ما دخلتش؟ ما رضيتش يعني ما انزل. رشحتش. 2011 قامت الثوره وعملوا كبروا الدايره شويه، وكانت ضموا فاقوس على ابو حماد. كنا حوالي 70 مرشح، وانا كنتش يعني عارف النتيجه، لكن ساعتها الاخوان هم المسيطرين. الاخوان خدوا نمره 1 والسلفيين نمره 2، كنت انا نمره 3 ب 37,000 صوت، وبرضه ما نجحتش. انما كنت او اعلى المستقلين او اللي من بعيد عن الاخوان والسلفيين، 37,000 صوت. وكان معانا يعني ناس محترمه قوي وشخصيات من فاقوس، يعني انا حسيت ان انا برضه في قبول بيني وبين الناس. في 2015 ما نزلتش. في 2020 الحقيقه حققت نتيجه انا راضي عن نفسي فيها. كانت فاقوس وكفر صقر وولاد صقر، خدت حوالي 81,000 صوت، قليت عن اللي نجح ب 169 صوت. اللي نجحوا 3، الثالث فيهم كان جايب 81,300 وشويه، انا 81,100، ف 169 صوت. ما اعتبرتش نفسي سقطت، مع الوحدة. ومستمر على الخدمه من يوم. ثواني يا دكتور نبيل، ثواني بس. اتفضل. انا هقطعك بس يعني ثواني. 81,000 صوت. انا عايز اعرف بس، كانت ميزانيه الحمله الانتخابيه للحصول على 81,000 صوت كانت كام؟ كانت مليون. ده سؤال مهم ليا. مليون جنيه و200,000 دول اللي انا صرفتهم، لان انا ما عنديش فلوس، انا عندي. طب خلينا اسال سؤال بطريقه تانية. انت بتهرب من السؤال يا دكتور نبيل. اتفضل. لا ده انت سياسي مخضرم. اتفضل. ودي حقيقه يعني. اتفضل. خلينا اسالك سؤال تاني. المرشح الذي فاز او المنافس الذي فاز وكان في فارق اصوات 59,000 صوت تقريبا، كانت تقريبا ميزانيه حملته قد ايه؟ لا انا في ملايين بتتصرف في الانتخابات، ملايين. بس انا الناس عرفت عني ان انا راجل بسيط وعلى قد، وما بيطلبوش مني فلوس. في بلاد بقينا نروح نعرض عليهم نقول لهم طب عايزين اللجان ندفع ايه؟ يقولوا لا احنا خدنا من المرشح فلاني، مش عايزين منك، والله العظيم مش عايزين. عارفين ان الدفع هنا يعني هم تكلفه مثلا اللي هي الناس اللي قاعده بره والقهوه والشاي والمش عارف ايه، يقولوا لا احنا خدنا من فلان. لكن مش لسماسره انتخابات. لا مصاريف عربيات، مصاريف تكاتك، مصاريف التوكيلات، اليوفط والدعايه. حضرتك هربت من السؤال. ليه؟ اللي هي الملايين دي انا عايز اعرف كانت كام. ده مهم ان الناخب في الدايره السبعه في فاقوس وكفر صقر واولاد صقر يعرف تكلفه الحمله الانتخابيه للدكتور نبيل عطار وتكلفه الحمله الانتخابيه للنائب الحالي. ما تحسبش فلوس. انا الحمله الانتخابيه بتاعتي بتبقى في قصادها خدمات. هو مليون. اما اقول لحضرتك انا في 2010. هو انا سؤالي هنا مش هجوم يا دكتور نبيل، بالعكس. سؤالي ليه مغزى. ان هو الدكتور نبيل حصل على الاصوات دي مقابل حب مش مقابل ماده، لكن في ناس تانية حصلت على اصوات مقابل ماده مش مقابل حب. هي مقابل خدمات. صح كده. حب زائد خدمات. بعمل لكن مش سيطره ماديه. لا انا انا حسيت ان حضرتك اتضايقت. انا مش عارف ليه انا حاسس ان حضرتك اتضايقت. لا ما اتضايقتش. لكن انا هنا حابب اوضح للناس ان مش كل الاصوات بيتم الحصول عليها مقابل ماده. لان انا هرجع واسال حضرتك سؤال تاني. هل الدكتور نبيل عطار بيستند لسماسرة الانتخابات في ان هو يشتري اصوات الناخبين ولا لا؟ لا للاسف السماسرة ما بيجولوش ناحيتي خالص، لانهم عارفين انا لا بدفع ولا بدي
ولا بدي فرصه واحد يطلب مني. يعني انا انسان، انا جاي اخدمك. ما هو انت عشان ادي لك تدي لي صوتك حاجه من اتنين: يا تاخد المقابل بتاعه دلوقتي، يا تستنى وتاخد مقابل خدمات. انا بعمل كده، بقول له خد اديني صوتك النهارده واجل الثمن بتاعه. ما هو ليه ثمن، لازم الصوت ليه ثمن. هتاخده دلوقتي خلاص، انت رحت اشتريت حمار من السوق ودفعت ثمنه خلاص. انت النهارده عايز مني اخدمك، هفضل اخدمك وانا بعرف اخدم. انا شخص خدمي وبعرف اخدم. يعني انا كل العلاقات دي كلها خدمات. انا مش عايز اقول امثله، اقول مثل بسيط قوي. ان في 2010 حصل في برلمان مجلس الشعب كان اسمه، انه لقوا في تجاوزات في قرارات العلاج، فعملوا لجنه في فبراير 2010 بالظبط. فاكرها لما اسم حضرتك كان موجود، كان منور في الكشف. ايوه في المصري اليوم. كنت اعلى واحد جاب قرارات علاج، اعلى من نواب فؤوس وأعلى من نواب الحسينيه. اسمي رقم 59 في 170 نائب جايبين اعلى قرارات علاج، اسمي كان في وسطهم رقم 59. وانا ممكن ابعت لحضرتك. لا موجود. انا متذكر جدا. فدي الخدمات. لما تعمل قرار علاج لواحد مريض ومحتاج، وعلى الاقل بيته كله عرف اسم نبيل العطار عمل لنا الخدمه دي بدون مقابل، وانا مش دايق ودي ليها ثمن تاني. هي دي بيجي يرد لك الجميل وبياخد مقابل صوته. فانت بتقدم، مش بتقدم فلوس، بتقدم خدمه. وهي دي زي دي. يعني هو الراجل عايز منك ايه؟ عايز خدمه. يا اما خد فلوس خلاص يبقى مش هيطلب منك حاجه. وانا بناشد الناس انها ما تبيعش صوتها، لان انت مش تبيع صوتك النهارده وسماسره الانتخابات تيجي لك تقول لك ندي فلان وانت ماشي وراه، انت مش عارف هو واخد كام عشان يقول لك كده. وبعد كده الطالب النايب تقول له اعمل لي خدمات. ازاي؟ ما هو انت المقابل بتاعك كاتو في صوره الناس السماسره اللي بتجي لك تقول لك احنا ماشيين مع فلان. لا، انت النهارده حكم عقلك. والانتخاب ده صوتك امانه وشهاده، والقران بيقول وقد خاب من دساها ومن يكتم الشهاده فانه آثم قلبه. فانت اولا لا تقاطع الانتخابات، ثانيا لازم تروح وتختار. انت ادرس الكل واسال النائب ده او المرشح ده ايه السيره الذاتيه بتاعته، كان فين قبل ما يعرض نفسه عليها النهارده، عمل ايه في ال10 15 سنه اللي فاتوا، هل فعلا كان بيؤدي دور، ولا راجل مثلا تاجر، ولا راجل غني بالوراثه، ولا جاي من بره جايب قرشين وجاي ينزل يتعرف في بلده. يعني لازم انت تسال برضه. يعني زي ما يكون انت النهارده انت عايز النايب بتاعك ده زي ما يكون واحد متقدم لبنتك، تسال عليه. اسال عليه هو ده جاب فلوسه منين، مصدره ايه، ال10 سنين ال15 سنه اللي فاتوا دول بيعرف يخدم ولا لا. لان انت اللي مطلوب منك الجزء الخدمي ده اللي انت هتحس بيه النايب كويس او لا. انما الدور الرقابي والتشريعي ممكن كل واحد فينا يتعلم. يعني انا قعدت 15 سنه امين صندوق اتحاد المهن الطبيه، اعرف اناقش ميزانيه. انا كنت بناقش مع مراقب الحسابات ومع الجمعيه العموميه لمده 15 سنه ميزانيه مقدارها 3 مليار جنيه، اللي هي صندوق الاطباء، المعاشات ومشروع العلاج والخدمات والمصايف والكلام ده. اقدر اناقش يعني ايه ميزانيه، افهمها. في ايرادات على اليمين ومصروفات على الشمال، في اوراق قبض، في اصول ثابته، في اصول متحركه. انا دي يعني تعتبر 1% من الميزانيه العموميه بتاعت مصر مثلا اللي قيمتها كام تريليون. انما في ناس ما تعرفش حاجه خالص، وانما برغم كده ممكن اي واحد يتعلمها. في مراكز استشاريه بتعلم النايب ازاي يعمل استجواب، ازاي يعمل طلب احاطه، ازاي يطلب يعني اي ادواته يقدر يتعلمها. انما الخدمه مش عارف يتعلمها لانها ملك. طيب يا دكتور نبيل، خلينا برضو اطرح على حضرتك سؤال، والسؤال ده مهم جدا. ايه الفرق بين الناخب في 2005 و2010 والناخب في 2025؟ الناخب في 2025 الميديا خلته يعرف كل حاجه وجرأته على انه يتكلم في كل حاجه. كان الاول محدود التفكير ومحدود العلاقات، ويعني ماشي ما زالت لسه الامور. انما دلوقتي بقت في الامور مفتوحه كلها. فالناخب النهارده بيسأل على كل حاجه وده من حقه. المرشح دلوقتي لازم يكون لامم عن كل حاجه، لازم يكون عارف كل حاجه. هو الناخب ايه اللي محتاجه وانا اقدر اعمل له ايه. طيب كلام سعادتك صح 100%. لو قلنا بقى من 1 ل10 تقييمك لأداء النواب الحاليين عن الدائرة السابعة، عن فؤوس وكفر صقر وولاد صقر،
من 1 ل 10 تديهم كام؟ من 1 ل10. اه. هو بالنسبة للدور الرقابي والتشريعي ما اقدرش اقيمه، لانه ده موجود في المجلس. الخدمي. ده موجود في المجلس، ما خلينا اقدرش في اقول الخدمي. وافقوا على ايه، والحاجات اللي وافقوا عليها صح ولا غلط، التشريعات الرقابه بتاعتهم ما اقدرش. انما انا اقدر اقول الدور الخدمي ما يعني ما اتعملش الا الاقرب الاقربين، او في يعني دايره قريبه قوي، الناس كلها يعني ما شافتش حاجه. من كام ل 10؟ من 1 ل 10 تديهم كام؟ يعني ممكن 5/10. 5 من 10 يعني 50%. اه. لو اتيحت بقى الفرصه وربنا وفقك كده وبقيت نايب عن الدايره السبعه، ايه اهم الملفات؟ و3 ملفات، انا هنا سؤالي بقصد بيه 3 ملفات، ايه اهم 3 ملفات الدكتور نبيل هيقتحمهم؟ هو الدولة حتى مش نبيل أو أي نايب، الدولة بتهتم بملفين كبار أوي، اللي هي الصحة والتعليم. بالإضافة لملف ثالث بقى، طالما قلت 3، الإدارة المحلية. الإدارة المحلية لابد إنها يعني تتطور شوية. تتكلم في الصحة في الأول. الصحة محتاجين إن إحنا يعني هي الدولة ماشية فيه بس ببطء يعني الدولة الوحيدة اللي فيها 5 أو 6 نظم علاج تأمين صحي، وعلاج قرارات على نفع الدولة، وعلاج مؤسسي، وعلاج نقابات مهنية، وعلاج مش عارف ايه. كل الحاجات دي اتلمت وقلنا هنعمل تأمين الصحي الشامل، وده فعلا كان من قبل الثورة. حكم حسني مبارك ابتدى فيه، والحكومة دلوقتي والدولة مستمرة فيه، بس فيه بطء شديد فيه. يعني هو اتعمل في 3 4 محافظات اللي هي الاعداد صغيره فيها، الاقصر وبورسعيد ومش عارف اسماعيليه، حاجات صغيره. انما المحافظات الكبيره زي الشرقيه دي يقول لك قدامها لسه سنين طويله. لا، محتاجين نحط مجهودنا في ان هذا النظام التامين الصحي الشامل ده اللي هو يبقى نظام واحد، كل واحد ليه كارت ادخل بيبقى مش ده علاج وده تامين صحي وده نقابه وده علاج جيش وده المستشفيات الفايف يعني 5 ستار. لا، ما ينفعش. كل ده يكون يخش في منظومه واحده اللي هو التامين الصحي الشامل، بس الاسراع فيه الدوله ماشيه فيه زي الدول الاوروبيه. زي الدول الاوروبيه، الكارت الانشورنس التامين مع كل واحد يدخل يتعالج كل حاجه. ده نجري فيه شويه. بالنسبه للتعليم، احنا شايفين ان التعليم للاسف يعني انا لما بلاقي مدرس لغه عربيه بيه كاتب على نفسه مستر احمد مش عارف ايه، يعني هل للدرجات دي ان احنا ابتدينا نهمل اللغه العربيه بتاعتنا؟ امشي حضرتك في شارع الدروس النهارده، احنا في عوس هتلاقي كل المحلات مكتوبه بالانجليزي. اذا كان احنا ما بنعرفش نقرا عربي، فالتعليم لازم يبدا بالكتاتيب، ونعلمهم اللغه العربيه لغه القران، ونبدا التعليم من تحت. الكليات القمه تتلغي، ما يبقاش طب وصيدله، كليات القمه تبقى كليات تربيه. اخد من 95% طالب التربيه يدخل، اجيب له المناهج الصح من بره يدرسها، يطلع مدرس كفء، اعينه واديله تكليف، والغي تكليف الاطباء والكلام اللي انا مش عاوز دلوقتي. انا عاوز معلم، عايز تعليم، عايز ابدا بالمدرس. المدرس النهارده لا مؤاخذه يعني معلش مستواهم التعليمي مش قد كده، فبالتالي بيطلع الطالب والتلميذ مهتم باللغه العربيه. ثالث حاجه اللي هو المحليات او الاداره المحليه. دكتور نبيل، انا شايفك مركز جدا على المحليات، اشمعنى بقى؟ ما هو انت حضرتك اي واحد من مواطن عادي بيمشي في شوارع مدينته او رايح قريه بتاعته بيعاني. فانا عايز احل له مشكلته في انه هو اولا تنظيم التكاتك. موجوده في مدن كتيره متنظمه التكاتك، يعني مثلا في تكاتك ما تخشش المدينه، يبقى ليها لوحدها، ليها يعني التكاتك لها لوحدها. ما بقولش انه وقفهم. مشكله التكاتك في فاقوس دي محتاجه مجهود. لا والله مش محتاجه، ما هي محتاجه في كل حاجه. ما هي لو بدانا فيها نحلها. محتاجه، انت النهارده محتاج فاقوس ما بتعرفش تمشي فيها، او اي مدينه. انا كفاقوس يعني انا شايف ان لازم يتعمل نفق فوق السكه، تحت السكه الحديد يودي الناحيه الثانيه، يسهل الانتقال من الاسم اول لاسم ثاني. ده محتاجه نفق هنا. المواقف بتاعت القرى، الخطوط اللي حوالين فاقوس، قرى فاقوس، كل مثلا خط البحر، خط الددمون، خط الصوالح،
يتعمل المواقف بره المدينه. ساعتك بتدي مثل لفاقوس، لكن برضو احنا هنطبق نفس الكلام، مع نفس الكلام في كفر صقر وولاد ولاد صقر. صقر. ما هو عشان تخف الزحمه، ما حدش بيعرف يمشي في المدينه دلوقتي، سواء على رجليه او راكب عربيه او راكب موتوسيكل، ما بيعرفش يمشي، الزحمه تقيله. فانت محتاج ان انت تخف الضغط شويه عن طريق مثلا نفق، عن طريق المواقف تتوزع، المواقف ما تتعملش في وسط المدينه، يبقى الموقف كل العربيات جايه تركب، لا، ما يبقى من اول بره المدينه، يبقى الموقف بتاع خط الددمون بره المدينه. نفس اللي بيحصل في المدن الجديده. ده المفروض يبقى في مواصله تانية، هي عبء بس بتريح الناس كلها. طيب بص يا دكتور نبيل، انا عايز اسال سؤال بقى، وعايز الاجابه بتاعته تبقى اجابه يعني في كلمتين ثلاثه. انا كناخب من الدائره السابعه ليه انتخب الدكتور نبيل عطار؟ قبل ما تفكر تنتخب نبيل او غيره، شوف السيره الذاتيه بتاعت كل ناخب عشان تقدر تقيم ان المرشح ده يقدر يخدمك ولا لا. سيره ذاتيه، اعرف مين هو، مش الاسم بس، تعرف قبل كده كان بيعمل ايه. انا بقول ان انا راجل خدمي، راجل يعني طبيب، راجل عملت عمل نقابي 30 سنه، بعرف ازاي اعرف اخدم المواطن. الحمد لله ما مش معتمدين على لا مال سياسي لا راشي ولا مرتشي، فبالتالي هقدم خدمه للمواطن، واتمنى ان انا اكون اقدر امثله تمثيل مشرف. ويعني مش عاوز اكتر من ان انا اكون يعني مثال جيد لمرشح من الشرقيه، وكل نواب الشرقيه كانوا اسماء كلها محترمه وكبيره. اتمنى ان الناس تحسن الاختيار وتفكر قبل ما تختار، وتقول مين هو اللي يهمه انه يكون مرشح ليه او نايب ليه في خلال ال5 سنين اللي جايين. في نهايه حلقتنا بشكر حضرتك يا دكتور نبيل، وحضرتك شرفتنا النهارده، ويعني الحلقه دي محتاجه حلقات يا دكتور نبيل، مش هتكون الاخيره باذن الله. ان شاء الله باذن الله. في نهايه حلقتنا بنشكر حضراتكم على حسن استماعكم. دمتم في رعايه الله وامنه.